كريستال. السلام عليكم. تعالوا نعمل الكيكة القمر دي بالبرتقال ومن غير عصير برتقال ولا لبن، وبجد تحفة، والمكونات سهلة وبسيطة. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. 2 بيضة وكيس فروتي اللي هو اليوسفي او بالبرتقال، وكوباية سكر، ونص كوباية زيت، وربع كوباية زبدة او سمنة. نحط البيضتين وعليهم الفانيليا، كيس فانيليا، وربع كوباية الزبدة، وكوباية السكر، ونص كوباية الزيت. وهنضرب المكونات بالمضرب او ممكن في الخلاط. لو وصلتوا لحد هنا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي لايك وكومنت قمر كده شبهكم. بجد حابة اشكركم جميعا على التعليقات القمر بتاعتكم، وسنة سعيدة عليكم يا رب، سنة 2025. وهنضربهم كده لحد ما يبقى لونهم فاتح كده ابيض. يلا كلنا نصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنحضر برتقانتين ونغسلهم وهنبشرهم بالمبشرة كده، بس هناخدوا الطبقة اللي من بره دي الأولانية الصفرة، مش هناخدوا الأبيض اللي من في النص، بيخلي كيكة البرتقان بطعم البرتقان، مش بتخلي فيه مرارة ولا حاجة. الطبقة البيضة دي بتخلي فيه مرارة، لكن البشر ده بيخليها طعمها تحفة. اهو دوت الاصفر دوت خلي طعم الكيكة تحفة. معلقة خل صغيرة، والكيس الفروتي هنحطه في كوباية، ونجيب كوباية مية دافية مش سخنة، ونقلبهم كويس ونحطهم على خليط الكيكة مع التقليب. واخر حاجة هندخل 3 كوبايات دقيق وعليهم كيس بيكنج باودر، ونقلبهم كلهم على بعض. طريقتها سهلة جدا ومن غير لبن ولا عصير برتقال، بجد تحفة. هنحضر الصينية الوسط وهندهنها مادة دهنية، ونولع الفرن تسخن، ونحطها في الرف اللي في النص. وانا بحط الكيكة في الفرن بجيب صينية او حلة واحط فيها مية سخنة واحطها في الرف الاولاني من تحت خالص تحت الكيكة. بتظبط السوا بتاع الكيكة، بيخليها هشة كده وطرية، مش بتنشف معاكم. يلا اكتبولي ايه رأيكم في الكومنتات. واخر حاجة هنقطعها بالسكينة الشكل اللي انتوا حابينه. انا بقطعها كده مربعات، بصوا اسفنجية ازاي وجميلة. يلا جربوها واكتبولي ايه رأيكم، بجد طعمها لذيذ جدا.